هل تكيسات المبايض بتمنع الحمل؟ هل تكيسات المبايض مرض مزمن ومالوش علاج ومش بيخف؟ الفيديو ده فيه خبر حلو وخبر وحش. بخصوص السؤال الاولاني وهو ان تكيسات المبايض بتمنع الحمل ولا لا؟ تكيسات المبايض ما بتسببش عقم ولا بتمنع الحمل، ولكن بتأخره. بمعنى ان كان كل شهر بيخرج من المبيض بويضة. في حالة تكيسات المبايض البويضة ما بتعرفش تزق المبيض بسبب هرمون التستوستيرون العالي اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، فبتلاقي ان تبدا البويضات تتجمع جوه المبيض هنا فتعمل تكيسات تخلي لك المنظر ده كده، فبالتالي فرصه حدوث الحمل اللي كانت معانا كل شهر ما بقتش موجوده. يعني لو في السنه 12 فرصه، دلوقتي مثلا بقى 4 فرص بس طول السنه، فهي بتقل فرصه حدوث الحمل، انها مش بتمنعه. رقم 2، السؤال الثاني يعني هل هي مزمنه ليها علاج ولا لا؟ مبدئيا هي قلنا احد اشهر اسبابها هي مقاومه الانسولين، ومقاومه الانسولين او السكر من النوع الثاني هي مرض مزمن، وبالتالي تكيسات المبايض هي مشكله مزمنه ما فيش علاج نهائي يمحي تكيسات المبايض من الوجود، ولكن نقدر نتحكم فيها زي ما بتتحكم في مقاومه الانسولين بالظبط. نقلل السكريات، نقلل التوتر والقلق والضغط النفسي اللي حاطين نفسنا فيه عمال على بطال، الاكل اللي من بره والفاست فود وكل الكلام الفاضي ده نقلله، نمارس الرياضه بشكل كويس جدا، حركه حتى لو المشي، نظبط النوم بتاعنا مش اقل من 8 ساعات، ففي النهايه بيبقى اللايف ستايل بتاعنا او نمط الحياه بتاعنا بيتعدل للاحسن، فبالتالي جوده المبيض او عمليه التبويض بتتحسن، فبتبدا نقدر نتحكم فيها. يعني تكيس المبايض هو مرض مزمن نقدر نتحكم فيه باستخدام ادويه معينه وتغيير نمط الحياه، وهو الحل الافضل والاهم. تقدر نتحكم فيه عمليه تكيسات المبايض وما نخليهاش تحصل، ونخلي يخرج بويضات كل شهر عادي. ومن ضمن حتى الادويه اللي الدكاتره بتكتبها مواد تحسن من البيريود لو هي بتتاخر، منشطات مثلا، حاجات تقلل هرمون التستوستيرون لو هو عالي عشان بقى يقلل حب الشباب ويقلل الشعر في مناطق معينه في منتصف الجسم وفي الدقن مثلا وفي الوش، ويقلل تساقط الشعر. وبس كده. قولوا لي في الكومنتات بقى عايزين الفيديو الجاي يبقى عباره عن ايه. لايك وفولو، وفي هذا القدر الكفايه لمن اراد الهدايه. وكان معكم محمود نوح. سلام.